فاكرين فرشة السنان الاورال بي دي اللي انا كنت عملت عنها فيديوهين، وكنت جربت لكم براشز الافتر ماركت اللي بتتباع للفرشة دي، لان قطعة الغيار او البراشز بتاع اورال بي غالية جدا، ثمنها معدي ال1000 جنيه، ودول كانوا الاربعة ب 250 جنيه. فانا عندي اضافة للتجربة دي او ملاحظة خدت بالي منها بخصوص الفرش الافتر ماركت. انا اشتريت الفرشة دي في شهر 6 سنة 2024. المفروض ان فرشة الاورال بي اللي جاية معاها دي صلاحيتها 3 شهور، يعني المفروض ان هي بعد 3 شهور ترميها، او ان الجزء اللي انتوا شايفينه قدامكم ده اللي هو اصفر ومن تحت اخضر يبقى كله اصفر، ساعتها المفروض ان الفرشه دي تترمي. فرش الافتر ماركت بقى انا خدت بالي من حاجه فيها، ارميها على 3 شهور، ما تكترش عن ال3 شهور. ليه بقى؟ لان الفرشه بتلف معاك، يعني لما تيجي تشغل المكنه الفرشه بتلف مفيش فيها مشكله. لما تحطها على اسنانك هتقف، لما تحطها على اسنانك هتبقى المكنه شغاله، والبراش ذات نفسها ما بتلفش بالسرعه المطلوبه. ده هيعمل ايه؟ ده هيعمل حمل على الموتور بتاع المكنه، ممكن يحرق لك الموتور بتاع المكنه. خلوا بالكم كويس جدا من الحكايه دي، ونصيحتي ارمي الفرشه بعد 3 شهور. والنصيحه الاحسن من كده، لو تقدر تشتري الفرشه الاصليه اشتري الفرشه الاصليه، وتقدر تشتري قطعه الغيار الاصليه اشتري قطعه الغيار الاصليه، ما تسترخصش. يعني لو تقدرش خلاص اشتري الافتر ماركت. بس يا باشا 3 شهور ولونها اتغير ما اتغيرش، زي ما هي مش زي ما هي، ارميها بدل ما تخسر المكنه.